دروب المرجلة الجزء الثالث، وتحديدا في الحلقة 29، حيث تبدأ الأدلة بالتجمع تدريجيا ضد فزاع والشيخ رشاش بعد سلسلة الجرائم التي ارتكباها خلال الحلقات الماضية. وبحسب التسريبات ستكشف التحقيقات حقيقة وفاة أم جراح، إذ سيثبت أن وفاتها لم تكن طبيعية بل كانت بسبب الدكتور رشدي، الأمر الذي سيؤدي إلى القبض عليه واستجوابه من قبل الجهات الأمنية. وخلال التحقيق قد يقدم الدكتور رشدي اعترافات خطيرة تكشف تورط الشيخ رشاش في عدة قضايا، ما يضعه في موقف قانوني صعب. في المقابل ستظهر ماريا لتكشف مجموعة من الفيديوهات والتسجيلات التي تحتفظ بها، حيث ستشهد ضد أخيها الشيخ رشاش وتفضح تورطه في قضايا المخدرات والنهب والقتل، إضافة إلى تعاونه مع أحد أفراد الشرطة. كما ستقوم بنقل هذه المعلومات إلى الشيخ صقر الذي سيسلمها بدوره للجهات المختصة. كما تشير التوقعات إلى احتمال مداهمة منزل الشيخ رشاش، وخلال التفتيش قد تعثر الشرطة على السلسلة التي تعد دليلا مهما يربطه بالجريمة. وفي الوقت نفسه قد يتم كشف أمر شاهين والقبض عليه بعد محاولته إنقاذ جراح وقمر، حيث سيتم نقلهم إلى مكان احتجاز جديد خارج منزل الشيخ رشاش. وفي تطور آخر سيلحق ماهاوش والدكتورة حنان برجال رشاش، بينما يصل الإعلامي محمد نعمان إلى الموقع لتوثيق هذه الأحداث. ومن المتوقع أن تبدأ هذه التطورات بالظهور في نهاية الحلقة القادمة. في الحلقة القادمة من دروب المرجلة، ماريا سوف تري شاهين الفيديو الذي صورته في أول المسلسل، لكن عندما تقوم الشرطة بمداهمة بيت الشيخ رشاش، وسيتم القبض على الدكتور رشدي لأنه تعاون في حياة زهرة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.